عارف لو انت دايرة علاقاتك صغيرة، عارف لو انت بتخاف انك تواجه الناس، بتخاف في امتحانات الشفوي بتاعتك او الاورال بتاعك، بتخاف في الانترفيوهات، نفسك تدخل وسط مجموعة الناس بس حاسس ان في حاجز وهمي كده بيردك لورا على طول دايما، لو انت عندك ضعف ثقة بالنفس، انت هنا مش بتتدلع، انت هنا في احتمالية كبيرة ان انا يبقى عندي تشخيص اسمه الرهاب الاجتماعي. التشخيص ده بيخليني عايش جوه شرنقة وهمية، خايف بشكل مستمر من التواجد مع الناس. الشعور ده ممكن يقلل كتير قوي من طموحاتك ومن احلامك ومن تحقيقك لاي نجاح انت ممكن توصل له فعلا. علشان كده ده من الاسباب اللي اسسنا فيها مركز يوتوبيا للطب النفسي، ان احنا نحاول نساعدك تعرف مخاوفك، تحكم عليها هي حقيقيه منطقيه ولا وهميه، وازاي تقدر تتغلب عليها. ممكن نستخدم العقاقير الدوائيه، ممكن نستخدم العلاج المعرفي السلوكي، هيبقى عندنا اختيارات كتيره قوي ممكن نستخدمها عشان حضرتك تطلع بره دايره الخوف.